بسم الله الرحمن الرحيم. يصعب علي أن أتكلم على هذه الربوع المباركة التي شاركت بأكثر من 500 مقاتل في سنوات الاستعمار، فيهم من قضى نحبه ودفن في مقابر الشهداء، وفيهم من قضى نحبه ولم يسمح بدفنه في مقابر الشهداء، وبقي بين الجبال والأودية مرميا إلى يوم الناس هذا. ولقد قاوم أجدادنا طاغوت الاستعمار، وقاوم آباؤنا طاغوت برقيبة، وقاومنا نحن وآباءنا معا طاغوت بن علي إلى يوم الناس هذا. نحن الآن في مفترق طرق، لا ندري أين يذهب بنا السبس أو نذهب به. أنا أقول لكم في كلمتين: هذا نور من نور الله، وحق لن تستطيعوا أنتم ولا غيركم ولا أسلافكم أن تطفوه لهذه الولاية، لأن الحق نور من أنوار الله، ودولة الحق والعدل ستقيم بنا أو بغيرنا. هذا وعد رسول الله، ولن يخلف رسول الله وعده، تحقيقا لا تخصيصا، طال الزمان أم قصر، حتى يقضي الله بالأرض ومن عليها، والله خير الوارثين. لقد دلست عقود الشغل منذ سنوات، ودلست بطاقات الصحراء، ورفعتم بها الوضيع ووضعتم بها الرفيع، لهول له يشيب الرضيع. أنا أقول لكم في كلمتين: نحن نساند أبناء هذه الجهة وأبناء الجنوب الشرقي. ليس من الصدفة بأن يصنف الاستعمار الفرنسي أرض الجنوب الشرقي منطقة عسكرية، لأن رجالهم وأناسهم لا فهموا جيدا، لا يخضعون للمقايضة بالمال، والعمالة ليست من شيمهم. نحن نطالب بالحقوق المشروعة في التشغيل والكرامة والحرية لكل هذه الربوع. وفي كلمتين مختصرتين: الرخلة رب ينصركم. الرخلة